سعد أوقاتكم. اليوم رح نعمل وصفة المسخن الفلسطيني، يعني فيكم تقولوا وصفة جامعة ما بين المسخن والدجاج الحراري. معي دجاجة مغسولة مقطعة نصين وخضار مقطع عشان أحطه مع الدجاجة. تمام. الخضار عبارة عن بندورة وجزر وبطاطا وفلفل أخضر وورق غار ولومي وبصل شرايح وحبهان. هلأ رح نبدأ نتبلهم مع بعض. هنا حطيت الدجاجة فوق الخضار عشان نتبلهم كلهم سوا. وللتتبيلة بضيف معلقة ونص ملح أو حسب الرغبة، وبهار دجاج وسماق وبهار عادي وشوية قرفة وفلفل أسود وكمون وبضيف زيت زيتون. هلأ بحرك كل المكونات سوا وبفرك الدجاج بالتتبيلة كتير منيح. طبعا بفرك الدجاج مع الخضار بالتتبيلة. تمام بالشكل هذا. وهلأ راح بجهزهم، راح احطهم بأكياس الشوي. هيك بعد ما حطيتهم بأكياس الشوي بجهزهم للفرن ساعة ونص بدهم بالفرن بكونوا استووا. تمام. هلأ بجهز البصل والسماق للمسخن. بحتاج 3 بصل او اكتر حسب الرغبة. بقطعهم شرايح طويلة وبمقلى على النار بضيف زيت زيتون وبضيف البصل فوقه. طبعا حصرا لازم نستخدم زيت زيتون لانه المسخن اساسه الزيت. بشوح على الغاز بالشكل هذا. وبضيف له الملح والفلفل الأسود وكمية منيحة من السماق. زي ما انتوا شايفين. وبقلب لياخد معي لون. وهيك بعد ما جهز واستوى بطفي عليه وبتركه على جنب. وهيك الدجاج بعد ما استوى معي. هلأ ببدأ أجهز طبقات المسخن. بحط بصينية فرشوحة من الفراشيح اللي بستخدمها للشاورما. بدهنها زيت زيتون بالشكل هذا. ودهنتها كمان من مرقة الدجاج اللي نزلت من الدجاج أثناء الشوي. زي ما انتوا شايفين هيها. بدهنها من جميع الأطراف. وهلأ بحط كمية من البصل والسماق اللي عملناه بالشكل هذا. وبرجع بحط فرشوحة تانية فوقه. برضو نفس الخطوات. بدهنها زيت وبحط شوية من المرقة تبعت الدجاج. تمام. وبحط كمية برضو من البصل والسماق كمان مرة بالشكل هذا زي ما انتوا شايفين.
وببدأ أرص الدجاج فوقهم وبدخلها الفرن 10 دقايق لحتى تتحمص الفراشيح. وهيك بعد ما طلعتهم من الفرن بزينهم بالفستق وبقدونس وليمون، وقدمت جنبه الخضار اللي شويناها مع الدجاج. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وصحة وهنا.